ضيفنا اليوم مميز بنضاله، بعطائه، بتواضعه، زي ما بيقولوا الحسنة تؤتى باليمين كي لا تعلمها اليسار. إذن أصل التسمية سر باهر. سر باهر، نعم. هي هذا سر يعني من سر أسرار الخطة التي وضعت لتحرير القدس ما بين العمرين. بالضبط. هذه الاسم اللي يعني طلع على صورة. وجبل المكبر من التكبير، على التكبير لما شاهدوا الأقصى. الصخرة. أول شهيد في العيلة أخوك في 54 الله يرحمه، الشهيد محمود. نعم. عطون. معركة حوسان في 56 أخوي كان يعني زلمة، وكان أحد أفراد الجيش العربي الأردني. وإن كان ابن صور باهر لكن عنده انتماء وطني، ودخل للجيش من أجل تحرير، يعني من أجل لما احنا طلعنا أم عيد تطلع معنا، بدها تطمن على الولد. الأم يعني قلبها غير. لا الأم قالت أنا بروحش إلا لما يروح علي يا حج اليهود، وهي اليهود وصلوا هنا يوم باب الدار على الشارع. قالت أنا والله لو يطخوني ما بطلع. تضطر أم أحمد تلف على 4-5 سجون لمدى سنوات طويلة، من الشمال فلسطين لجنوب فلسطين. احنا في وقت من الأوقات كنا 5 في السجن، يعني كل أولاد بشكل عام، بس الأحكام متفاوتة. فبعد هذا الجيل والمعاناة مع الأبناء، شاف أجوا أولاد لأولاد أحفادنا، والحمد لله رب العالمين. منهم من حكم عليه ب3 سنين، وهم عينك بيحكوا لك وكل لك انتوا شو كيف عندنا في حلوكنا، انتوا لو البيت هذا نروح احنا بنرتاح.